أهذه عبايات يا أخواتي ترضي الله جل وعلا؟ أهذه العبايات للستر أم للفتنة؟ التي تلبس هذه العبايات تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ذكر من النساء كاسيات عاريات. هذه العبايات فيها وعيد شديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أين الغيرة أيها الأب وأيها الزوج وأنت ترى زوجتك تلبس هذه العبايات المحرمة الفاتنة؟ اتق الله في أبنائك وزوجتك. أسألك بالله يا أختنا، هل تودين أن يأتيك ملك الموت وأنت بهذه العباءات؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات على شيء بعث عليه. أتعجب من المرأة لما تموت تكفن في 5 أثواب. كيف المرأة تلبس هذه العبايات الملمعة والمخصرة والمزينة والمطرزة؟ بيع هذه العباءات محرم وخياطتها محرمة، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان والكسب حرام. أما تخافين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لا يدخلن الجنة وجن ريحها؟ هذه العبايات منطبق عليها هذا الحديث. كل من رآك بهذه العبايات وقلدك يا أمة الله، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما يردعك يا عبد الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. المرأة إذا خرجت بالحجاب الشرعي، العباءة فوق الرأس، غطاء الوجه، القفاز، الشراب، فهي في عبادة حتى ترجع إلى بيتها. المال العائد من هذه العبايات مال سحت، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. استبدلي هذه العباءات المحرمة إلى الحجاب الشرعي حتى إذا خرجت من بيتك فأنت في عبادة. شرف والله، هنيئا لتلك الفتاة. لا تظني يا أختنا أن لبس هذه العبايات سعادة، بل والله شقاء في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قمت على باب النار فرأيت أكثر أهل النار النساء. اتق الله، هذه العباءات حرام بيعها ولبسها. إذا أوقفك الله جل وعلا يوم القيامة ماذا سوف تقولين ربك؟ ماذا سوف تقولين ربك عن هذه العبايات؟